تخيل تبقى اضعف طالب في المدرسه وكل الناس بتحتقرك علشان ما عندكش اي قوه، وفجاه تكتشف لعبه لما بتتطور فيها بتزيد قوتك في الحقيقه. يا ترى ازاي هتستعملها وازاي هتاثر على مستواك؟ ده ايه اللي هنعرفه في قصتنا النهارده، قصه من اجمد القصص وهي قصه بطلنا تشو. وتعالى اقولك الحكايه. تعال من عشرات السنين حصلت عاصفة بعدية في الأرض وخلقت كائنات شريرة كتير، والمخلوقات دي بتتقسم لأربع مستويات وهم خالد، أسطوري، وبطولي، وطاغية. والكائنات دي أقوى من البشر بكتير، خصوصا إن البشر في أضعف مستوى وهو المستوى الفاني. لكن البشر بيقدروا يزودوا قوتهم عن طريق قوة عندهم اسمها جوهر الطاقة، وبيتدربوا على استعمال التقنية دي. والطريقة التانية هي اصطياد الوحوش وسرقة جواهر الطاقة بتاعتهم وامتصاصها عشان يزودوا قوتهم. لكن الوحوش عايشة في أماكن خطيرة جدا وصعب إن حد يوصل لها. وأثناء ما بيشرح كيو باي تاريخ الأرض للتلاميذ بيلاقي بطل قصتنا تشو نايم، وبيفتكر كيو باي إن الناظر القديم كان بيحبه وبيقول عليه عبقري بالرغم ان طول الوقت في المدرسه بيكون نايم. وبعد نهايه الحصه بيروح تشو عشان يلعب لعبته السحريه على الموبايل، واللعبه دي مفيش حد غيره بيلعبها لان مفيش حد معاه الموبايل اللي بيستعمله في اللعبه دي. وبيقول تشو ان اللعبه غيرت حياته للاحسن، وده عشان قدراته القتاليه في اللعبه بيكتسبها في حياته الواقعيه، وبالتالي مش محتاج يضيع وقت ومجهود في التدريب على جوهر الطاقه زي زمايله. وعشان كده بيكون تشو من اقوى المقاتلين في المدرسه بالرغم من سنه الصغير واهماله في دراسته. وبيفتح تشو اللعبه بقطره من دمه وبيصمم افاتار خاص بيه بقطره تانية، وبيدخل في تحدي مع نمله سحريه وبيهزمها. وبيتمشى كيوباي في المدرسه وبيفكر في ان تشو من اقوى المقاتلين وقدر يوصل لمستويات عاليه في فن جوهر الطاقه، وهيقدر ياخد المركز الاول بسهوله في الاختبار الجسدي. وقبل الكلام ده بشهر واحد في المباريات القتاليه بتظهر بنت اسمها جينج وبتطلب انها تتحدى تشو، فبيستغرب الكل من اللي عايزاه لان تشو اقوى مقاتل في المدرسه. وبيوافق تشو وبيبدا التحدي، وبتقدر جينج تهزمه بضربه واحده، وبيتفاجئ الكل من قوتها. وبعد الهزيمه بيوقف تشو التمرين وبيفضل طول الوقت في المدرسه نايم او بيلعب. وبنرجع تاني لتشو اللي بيفضل يفوز في اللعبه وبيكسب في جواهر الطاقه من الوحوش، والجواهر دي بتزود قوته ومهاراته بسرعه في اللعبه وكمان برضه في العالم الحقيقي. والمستوى ده عمره ما كان هيوصله بالتمارين العاديه زي زمايله. والعيب الوحيد في اللعبه دي ان تشو ما يقدرش يجيب الجواهر دي للعالم الحقيقي عشان يبيعها ويبقى غني. وفجاه بيظهر في اللعبه نمله متحوله بمستوى عالي والفوز عليها بيكون صعب. واثناء اللعب بتيجي واحده اسمها روكسي، فبيتوتر تشو عشان مش عايز حد يكشف سر الموبايل او اللعبه، وبتطلب روكسي منه انه ينضم لفريقها عشان مباريات التخرج عشان هو من اقوى المقاتلين في المدرسه. فبيستغرب تشو من طلبها لان الكل شافه وهو بيخسر الشهر اللي فات، وده على ايد جينج. وبيسالها اذا كانت جينج في الفريق، فبتقول له روكسي ان جينج انضمت المدرسه الشهر اللي فات وانفصلت عنها بعد المباراه، وده معناه انها جايه مخصوص عشان تتحدى تشو بسبب موضوع شخصي. فبيستغرب تشو من الكلام ده لانه عمره ما قابل جينج. وفي نهايه الحوار بيوافق تشو ينضم للفريق، وبعد ما بتمشي بيفوز في اللعبه وبياخد جوهر الطاقه. لكن فجاه بيحس بطاقه غريبه عشان الجوهره اللي كسبها، وبيفتح الموبايل وبيلاقي ان احصائيات قوته زادت بشكل كبير. وبيتعرف تشو على باقي الفريق، لكن بيعترض واحد اسمه دونج على انضمام تشو، وده عشان اتهزم قصاد جينج. لكن روكسي بتصمم على تشو، فبيتحدى دونج تشو عشان يتاكد من كفاءته، والتحدي عن طريق جهاز الاختبارات، وده جهاز بيقيس قوه لاعب عن طريق انه يوجه ضربه ليه. وبيوافق تشو على التحدي وبيضرب دونج الجهاز وقوته بتكون 7. بعد كده بيضرب تشو الجهاز وقوته بتكون 10، فبيتفاجئ دونج من قوته. وبيسمع كيو باي صوتهم فبيراقبهم من الباب، وبياخد دونج التحدي بشكل شخصي، فبيجرب مره تانية لكن بقوه اكبر وبتكون قوته 11. وبيتحدى تشو انه يكسر الرقم ده، فبيقول لتشو انه ممكن الجهاز يتكسر ويتحمل هو تكاليف تعويضه. فبيقول له دونج هو هيتكفل بمصاريف الجهاز لو اتكسر. فبيوافق تشو وبيضرب الجهاز بقوه كبيره، وبالفعل الجهاز بيتكسر وبيتفاجئ الكل وكيوباي من قوته. وفي الطريق بيفتكر تشو جينج وبيفكر في السبب اللي خلاها تتحداه بالرغم انها من مستوى اسطوري وهو من مستوى فاني. وبيتصل والده فانج بيه عشان يعزمه على فرحه على واحده اسمها يونج، لكن تشو بيقول له انه مش هيقدر يحضر حفله اختبارات المدرسه. وبيساله تشو عن لعبه صغيره قديمه في بيتهم، فبيساله والده عن السبب، فبيقول له تشو انه لقى فيها موبايل، وهنا يقصد الموبايل اللي بيلعب عليه. فبيقول له والده ان ده موبايل جده، فبيساله تشو ازاي قدر يوصل له، فبيقول له انه جده كان شغال نجار وفي مره كان بيشتغل في مباني خشبيه في مدينه اسمها جو دي.
ولقى بير قديم طالع منه نور، فقعد يحفر لحد ما لقى الصندوق، ولما فتحه لقى فيه الموبايل، لكن الموبايل كان مطفي ومفيش اي زراير او فتحة شحن وما عرفش يشغله، فشاله معاه لمدة سنين طويلة، وبيقول له ابوه ان الموبايل ده ملوش اي لازمة، وبيقفل معاه. وبيقرر تشو انه في يوم هيدور في مدينة جو دي عن سر الموبايل، وبيفضل تشو يتدرب مع زمايله ويلعب على الموبايل عشان يطور مستواه، لكن بيتفاجئ تاني يوم ان زمايله في الفريق قرروا ينسحبوا بدون سبب، وما بيبقاش فاضل غيره هو وروكسي. فبيعتذر تشو لروكسي لان في حد عايز يقف في طريقه للنجاح، والشخص ده عنده نفوذ قوية. وبيقابل تشو كيوباي وبيقول له ان اللي واقف في طريقه واحد اسمه تايان، وده شخص من عيلة كبيرة وعنده مرتبة عالية في الجيش الشرقي بالرغم انه في عمر ال20. وبيقول له كيوباي انه لازم ينضم للفريق عشان يدخل الاختبار، والمرة دي لازم يشترك في فريق قوي. وبيقترح عليه ينضم لتلميذ اسمه شوان، وده من اقوى التلاميذ في المدرسة، لكن في المقابل لازم تشو يساعده عشان يحقق درجات عالية. وبيتصل تشو بوالده بيسأله عن تايان، وبيقول له ان تايان يبقى ابن مراته الجديدة يانج، وليه اخت اسمها جينج اللي هزمت تشو الشهر اللي فات. فبيستغرب تشو من عداوتهم ليه، وبيلعب تشو لعبته وبيكسب وحش مرافق، وده وحش مطلوب منه انه يخدم صاحبه. ولما بياخده في اللعبة بيسمع صوت الوحش في عقله وبيقول له انه في خدمته، وبيلاقي تشو ان علامة الوحش على ايده، والوحش ده عبارة عن نملة متحولة، وبيستدعي الوحش في الحياة الواقعية، وبيكون شكله ضخم ومخيف. وبيروح تشو كيوباي لشوان، وبيكون شوان شخص غني وبيوافق على انضمام تشو ليه، وبيقول كيوباي وبيقضي تشو الليله معاه وبيلعب لعبته. وشوان عنده فضول يعرف ايه هي اللعبه دي، لكن شو بيرفض يقول له اي حاجه. وبيواجه في اللعبة دي نملة طائرة، وهزيمة النملة دي صعب جدا. وتشو عنده حركتين قويتين، وهي القبضة الإلهية، ودي قوية جدا لكن بتاخد وقت كتير في تنفيذها، ولكمة السنتيمتر، ودي لكمة سريعة لكن ضعيفة جدا. في الحل ان تشو يحاول يجمع بين المهارتين عشان يقضي عليها. بما ان اللعبة دي محاكاة للواقع، فلو قدر تشو يتدرب في الحياة الواقعية على الحركة دي هيقدر يجيبها في اللعبة. وبالفعل بيبدأ تدريب، وبيروح تشو مع شوان وفريقه لمدينة جوي دي، لكن بتكون مليانة بالوحوش، وهناك هيدخل في معارك حقيقية. وبيوصل تشو المدينة قبل باقي الفريق، وبيلاقي ان الموبايل اللعبة بيرن، ودي حاجة غريبة لان الموبايل عمره ما رن ابدا. ولما بيفتحه بيلاقي اشعار من الكاميرا، وما كانش يعرف الموبايل فيه الخاصية دي. فبيفتح الكاميرا وبيصور المدينة، وبيلاقي ان في علامة على بوابة المدينة متحددة في الكاميرا. فبيفتح اللعبة وبيلاقي انه بيواجه وحوش جديدة على شكل هيكل عظمي واسماء الوحوش العظيمة، وبيقابل الجنود في الاول فبيغلبهم، وبياخد جوهرة جديدة، وبيفضل يهزم في الوحوش لحد ما بيقابل الفارس الهيكلي، وده وحش قوي جدا وما بيقدرش يهزمه. وبيقابل جينج وبتديله فلاشة وبتقول له ان والده هو اللي بعتها، وقبل ما بتمشي وبتقول عليه انه ضعيف وما يستاهلش ينضم لعيلتهم. وبيوصل شوان وفريقه وبيبدأ الاختبار، والاختبار هو انهم يدخلوا المدينة ويقتلوا شوية وحوش عشان يرفعوا مستواهم، والنقط هتتحسب بعدد الجواهر الكريستالية، وترتيب المشاركين هيتحسب بعدد الجواهر اللي هيتم جمعها. وبتبدأ المعركة، وبيقتل فريق تشو عدد كبير. وفي الوقت ده بدل ما يشارك معاهم بيفتح موبايله وبيلعب، وبيلاقي ان تصميم الموقع في اللعبة هو نفس تصميم المكان اللي هم فيه في الواقع، وده معناه ان اللي هيحصل في اللعبة دي هيحصل في الواقع. وبعد نهاية المعركة الاولى بيقرر الفريق انه يتعمق جوه المدينة اكتر عشان يكسبوا وقتها نقط اكتر، ودي هتكون بره منطقة الاختبار. لكن الشو بيرفض لان جوه المدينة هيقابلوا الفارس الهيكلي، فبيحاول يمنعهم لكن ما بيقدرش يقول لهم على السبب. لكن شوان بيرفض وبيقرر يكمل، وفي الطريق بيلعب تشو على الموبايل عشان يلاقي طريقة يهزم بيها الفارس. وبعد معركة تانية مع الوحوش بينجح فريق شوان انه يكسب نقط اكتر ويكون متفوق على باقي الفرق. وفجأة بيطعن شوان وزميله التاني ماين واحد من الفريق اسمه جيانج، والسبب اللي خلاه يعمل كده هو انه شغال مع اخو شوان، وشوان واخوه في بينهم عداوة كبيرة. وعلشان ينقذ شوان نفسه من الضربة بيستعمل مهارة اسمها المناعة الفطرية، ودي بتخليه يعالج نفسه ويتحمل الاصابات المميتة. وعلشان يوصل اي محارب للمهارة دي لازم يحافظ على عذريته. وبيستعمل جيانج سلاحه وبيطلع تعبان ضخم، وده هو الوحش المرافق بتاعه، وبيهاجم بشوان. فبيستعمل شوان درع سحري بيصد بيه هجمات جيانج. وقتها بيهرب جيانج عشان يجذبهم للفارس العظمي، فبيجري وراه شوان وزميله، لكن تشو بيعرف اللي مستنيهم فبيفتح اللعبة وبيلعب قصاد الفارس عشان يشوف اي نقط ضعف والا هيموتوا كلهم على ايده. وبيلاقي تشو انه يقدر يهاجم الفارس من مسافات قريبة، وبيحصلهم بسرعة عشان يساعدهم. وبالفعل بيلاقي الفارس الهيكلي ومعاه جيانج، والفارس بيهاجم
يهاجمش جيانج بسبب درع لابسه، وبيحارب شوان الفارس وجيانج في وقت واحد، وطبعا ما بيقدرش عليهم لوحده، فبيقول له تشو انه هيشتت انتباه الفارس علشان يخلص من جيانج. وبيواجه تشو الفارس وبيتفادى هجماته لحد ما بيقرب منه وبيوجه له ضربه قويه، لكن الفارس ما بيتاثرش بيها، فبيفضل يشتت انتباهه. وفي الوقت ده بيهاجم شوان جيانج، فبيحاول جيانج يقتل تشو عشان الفارس يقتل شوان، لكن تشو بياخد باله وبيكسر الدرع بتاعه. وقتها بيقتل الفارس جيانج، وبيحارب شوان وتشو الفارس، وبيحاول شوان يشتت انتباهه علشان تشو يوجه ضربه قاضيه، لكن هجمات تشو مش بتاثر فيه. فبيلاحظ تشو ان في ندبه على راس الفارس، فبيعرف ان دي نقطه ضعفه، فبيديله شوان دفعه قويه وبيمسك الفارس وبيوجه تشو ضربه في الندبه، وبالفعل بيموت الفارس. وبعد موته بيسيب بيضه سحريه المفروض ياخدها شوان، لكن بيهديها لتشو لانه انقذ حياتهم، وبيقول له انه مستواه منخفض جدا عشان يستعمل البيضه دي، وبيستغرب انه معاه وحش مرافق في مستوى قليل، وبيقول له انه بعد الاختبار ده يقدر يقدم في اي كليه عايزها. ولما بيروح تشو بيحس بتعب شديد، وفي الطريق بيلاقي راجل عجوز مرمي على الارض، فبيساعده تشو وبيفوقه، وبيتكلموا مع بعض شويه، وبيلاحظ الراجل ان تشو تعبان، فبيديله كتاب فيه فن قتالي اسمه السجل الشيطاني. فبيقول له تشو انه بيستعمل مهاره تانية، فبيقول له الراجل ان السجل الشيطاني اقوى من مهاره التامل اللي بيستعملها. فبيستغرب تشو انه عرف طريقه تدريبه، وبيرفض تشو انه ياخد منه اي حاجه لانه حاسس انه نصاب، وبيسيبه يمشي. فبيستعمل الراجل قوه سحريه بيتحكم بيها في تشو وبيرجعه مكانه، وبيقول له انه اسمه داوك شيان ومفيش حد يقدر ما ينفذش كلامه. فبيتفاجئ تشو لان دواك شيان هو الشيطان الاسطوري، واتولد في العاصفه البعديه وقتل 27 مقاتل من مستوى اسطوري من الاتحاد. وبيجبر دواك شيان تشو انه ياخد الكتاب ويمشي. فبيمشوا في الطريق بيلاقي شرطة من اتحاد المقاتلين، وبيعرف انه بيدوروا على دواك شيان. ولما بينام بالليل بيحس ان قلبه بينبض بسرعة، وبيحلم انه بيغرق في بحر من الدم، فبيفوق بسرعة وبيرجع في الحمام، وبيفتكر انه مصاب بفقر الدم. تاني يوم بيبدأ اللعب وبيواجه الفارس مرة تانية، وده معناه ان الواقع مش بيتأثر باللعبة، وبيخسر تشو بسهولة لانه فاز في الواقع بفضل شوان. فبيقرر انه هيتدرب على هزيمة الفارس، وبيفضل يحاول لحد ما بيكسب الفارس اخيرا، والمفروض ان قوته تزيد بعد ما فاز، لكن ما حصلش ده. فبيقرر انه يستعمل اسلوب السجل الشيطاني في التدريب بدل الاسلوب القديم، وبيفتكر الفلاشة اللي ادتها له جيانج قبل الاختبار، وبيلاقي عليها فن قتالي تاني اسمها مهارة التصويب بالشمس، ودي برضو مهارة قوية، والمهارتين يقدروا يرفعوا مستوى تشو المستوى الاسطوري. وبيستغرب ازاي والده وصل لفن قتالي زي ده، فبيتصل بيه، لكن بيتفاجئ ان والده ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع، وما طلبش من جيانج انه تديله اي حاجه. فبيفكر تشو في السبب اللي خلى جيانج تديله حاجه زي دي بالرغم من اللي عملته هي واخوها. وبالليل بيحلم تشو بنفس الكابوس وان في حد هيخنقه، فبيصحى من النوم وبيقرر انه هيتدرب على السجل الشيطاني اللي خده من دواك شيان. وبيقرا تشو الكتاب اللي فيه الفن القتالي لحد ما بينام، وتاني يوم بيكمل قرايه، لكن بيكتشف انه نسي كل اللي قراه امبارح، فبيقراه تاني، وفي كل مره بيسيب فيها الكتاب بينسى كل اللي قراه. وبيتصل شوان بتشو وبيعرض على تشو يدخل معاه نفس الكليه، وهي كليه الغروب، والكلية دي اكتشفت عالم بعدي فيه كائنات غريبة. وبيواجه تشو في اللعبة حشرات طائرة وما بيقدرش يهزمها، وبيقابل شوان وبيقول له ان في كلية الغروب اكتشفوا كائن نادر في العالم البعدي، واللي اكتشفوه يقدر يعالج الانسان، وفي ناس كتير تتمنى انها تسيطر عليه، وعشان يوصلوا للكائن ده لازم ينضموا للكلية وقتها. فبيوافق تشو وبيقول له شوان ان تايان وجيانج هينضموا ليها كمان، وبيروحوا هما الاتنين للكلية في مدينة ليو يونج، ودي مدينة ملك لعائلة تايان. وبتعرف شرطة الاتحاد ان تشو قابل دواكشيان فبيراقبوه، وفي الطريق بيكمل تشو قراية السجل الشيطاني، وفجأة بيلاقيه اتكسر واختفى، وبيلاقي حالة حواليه، وده معناه انه خلصه بالكامل. ولما بيفتح اللعبة بيلاقي الفن القتالي جديد موجود فيها احصائيات ان قوته زادت، وبيوصلوا هما الاتنين لبيت شوان، وفي البيت بيجي تليفون لشوان بنعرف منه ان اخوه عايزه، وبيتدرب تشوف البيت على حركة جديدة اسمها الكف العظمي عشان يقتل بيه الحشرات الطائرة. ولما بيبدأ اللعبة بيجرب الحركة الجديدة وبينجح وبيجربها على فارس العظمي وبيقدر يغلبه لوحده. وبعد كده بيقابل أخت شوان سويين ويتعرف عليها وبيطلب منه مساعدته، فبيروح معاها لكلية الغروب. وفي الكلية بتقابل سويين اتنين اسمهم جاو وسومي، في بينهم خلاف، وده عشان انهم اتحدوا عشان يقتلوا وحش، ولما نجحوا اخدوا البيضة السحرية لوحدهم، وسويين عايزة تاخدهم منهم، فبتتحدى زمايلها لكن بيقول لها انه ما ينفعش يتحداها، وده عشان انه دفعه اكبر منها وبيسموهم السنيور. فبيجي لها طالب من سنه تانية ويتحداها اسمه جو ديان، وده من اقوى التلاميذ في الكليه،
وبيبدأ التحدي وبتوجه سوين ضربات كتيرة للخصم، لكن جو ديان ما بيتأثرش بيها وبيضربها ضربة قوية، فبتحاول سوين تاني لكن بتفشل وبتاخد ضربات قوية من الخصم. فبيدخل تشو بياخد سوين بره الملعب وبيكمل هو التحدي، وبيغير تشو قوانين التحدي، وهي انه هيوجه ضربة قوية لجو ديان، ولو اتراجع اقل من 3 خطوات يبقى تشو خسر ماتش. وبتكون دي مهمة صعبة لأن جو ديان معاه وحش مرافق فبيستخدمه كدرع، وده بيخلي جسمه قوي جدا، وبيجمع تشو قوته وبيضرب تشيان وبينجح انه يخليه يتراجع لورا اكتر من 3 خطوات، وبينجح في التحدي وبياخد البيضة السحرية. وبيروح تشو البيت وبيقابل شوان فبيقول له انه بكره هيروحوا العالم البعدي عشان يدوروا على الكائن النادر، وبيسأل تشو ازاي يطلع وحش من مستوى اسطوري من بيضة سحرية عشان يستعمل البيضة اللي اخدها من الفارس العظمي. فبيقول له شوان ان الموضوع خطير عشان هو محتاج طاقة كبيرة جدا والا ممكن يقتل اللاعب لانه بيمتص طاقته الحيوية. وبيفكر تشوف كلامه وبيفتح اللعبة وبيجيب بيانات عن بيضة الفارس وبيلاقي انها محتاجة طاقة كبيرة جدا، لكن بيكتشف انه يقدر يدمجها مع الوحش المرافق ليه، وبالفعل بيعمل كده وبيطلع وحش اسمه النملة العظمية وبيستعملها ضد باقي الوحوش. تاني يوم بيروحوا العالم البعدي وبيستعمل شوان وحش اسطوري وهو عبارة عن نمر ابيض عشان يوصلهم المكان. وبنعرف الطريق ان مدينة ليو يونغ بعد العاصفة البعدية بقت متصلة بعالم مجهول وبقى اسمها مدينة بوذا. وبينزلوا في مكان تحت الارض وبيلاقوا بركة مية عليها زهرة اللوتس السحرية وبيقرروا وقتها ياخدوها، لكن المشكلة ان المية اللي عليها الزهرة بتدوب اللحم واللي بينزل فيها هيموت. فبيستعمل واحد اسمه بلو وحش مرافق فبيديله أجنحة تخليه يطير وبياخد الزهرة، لكن بتظهر زهرة عملاقة اسمها قلب بوذا وبتهاجم بلو وبتخليه يقع في المية، فبينط بلو على الزهور عشان يتجنب المية، لكن الزهرة بتفضل تهاجمه. فشوان بيستدعي النملة العظمية وبيخليها تساعد تنزل المية وتساعد بلو، والنملة مش بتتأثر بالمية، وبيركب بلو على النملة وبيوصل لمنطقة أمان وبيشكر تشو على إنقاذه لحياته. وبيروح تشو وشوان للبيت وبيلعب تشو وبيحاول يستكشف المكان عن طريق اللعبة، ومع الوقت بيوصل مجموعة لبركة اللوتس عشان ياخدوا الزهور اللي فيها. ولما بيلعب تشو بيقتل مجموعة من الزهور وبياخد بلورة بتديله مهارة جديدة لكن ضعيفة جدا. وبيظهر قلب بوذا فبيستدعي تشو النملة العظمية وبيأمرها تهاجمه، لكن قلب بوذا بياكلها وبيقضي عليها. وبيفكر تشوف طريقه يهزم بيها قلب بوذا فبيروح المنطقة المحظورة في ليو يونغ، لكن أول ما بيدخلها بيموت وبتنتهي اللعبة. فبيحاول كذا مرة وفي كل مرة بيموت أول ما بيخط المكان وبتنتهي اللعبة. تاني يوم بيعرف شوان وتشو إن كل اللي حاول يقتل قلب بوذا بيفشل، وبيتصل والد تشو بابنه وبيقول له إن مراته الجديدة عايزة تقابله، وبيلاقي تشو إن جينج جات عشان توصله. وفي الوقت ده الشرطة بتاعت الاتحاد بتراقبه وبتعرف علاقة تشو بعيلة يونغ، فبيؤمر الضابط يوان بمراقبتهم عشان يعرف سر العلاقة دي. وبيقابل تشو يونغ وبترحب بيه جدا، وقبل ما بيمشي بتديله مفتاح بيت في كلية الغروب عشان يعيش فيه. ولما بيروح تشو بيته الجديد بيفضل يلعب وبيواجه الحشرات الطائرة، والمرة دي بيقدر يقتلها وبياخد بيضة سحرية جديدة فيها حشرة الطائر اللي قتلها، لأن طبعا كل وحش بيقتله بيتحول لوحش مرافق ليه عن طريق انه بياخد البيضة وبيفقسها. ولما بيحاول تشو يفتح البيضة في اللعبة بيحس بألم شديد جدا وبينزف دم من بقه، ده عشان فتح البيضة السحرية فبيستهلك طاقة كبيرة وبيغمى عليه. تاني يوم بيشوف نتيجة اللي حصل وبيلاقي ان العملية نجحت، فبيستدعي النملة الطائرة اللي هو كسبها، لكن بيلاقيها صغيرة وضعيفة جدا وبتحتاج تاكل عشان تزود قوتها. فتشو بيأكلها وبيدمج نفسه بيها فبتديله أجنحة فبيطير بيها، وده عشان يكتشف المكان أكتر، لكن بيقابله مجموعة من الحشرات الطائرة فبتقتله. وبيخرج تشو وفي الطريق بيكون متراقب من شرطة الاتحاد، وبتقابل واحدة منهم اسمها ليزا وبتحاول تتعرف عليه، لكن تشو ما بيهتمش بيها فبتحاول ليزا تهاجمه عشان تخطفه، لكن تشو بيتفادى هجومها وبيعرف هويتها الحقيقية وانه متراقب من الشرطة عشان فاكرينه شريك دواكشيان. وبيتصل شوان بيه وبيسأله تشو عن الشرطة الفيدرالية اللي بتراقبه، فبيقول له شوان انه في اسم في الشرطة مطلوب منه يعمل مهمات غير رسمية، وبيطلب تشو منه انه يساعده يرفع المراقبة من عليه. فشوان بيطمنه وبيقول له انه هيحل المشكلة. وبنروح لليزا والضابط يوان وبيقول لها انهم مش هيقدروا يراقبوا تشو تاني عشان جات لهم اوامر بكده. وبيروح تشو للبيت اللي اديتهوله يانج وبيكتشف ان جينج ساكنه في نفس المبنى. وفي الطريق بيقابل جو ديان اللي واجهه في الجامعه، ولما بيلعب بيحاول يدخل معبد بوذا لكن بيموت، وفي كل مره بيفضل يحاول
لكن كل محاولاته بتفشل لحد ما بيتصل بيه شوان فبيقول له يجي حالا. وبنلاقي شاب هيتحدى جينج عشان هيقتل قلب بوذا، وبيستدعي وحشين من فصيلة الصقور الفضية وبيهاجم قلب بوذا، لكن قلب بوذا بيصد كل هجماته وبيقتل كل وحوشه. وبيقرر وقتها تشو وشوان وزميلهم التالت مايان انهم يحاولوا مع بعض يقتلوا قلب بوذا. وبيستدعي مايان وحش اسمه سلحفاة التنين عشان يمشي في البركة ويأمن لو حد منهم وقع. وبيستدعي شوان الدرع ووحش تاني على شكل صدفة بتطير، وبيستدعي تشو النملة العظمية، وبيهاجموا هما الاتنين قلب بوذا. وبيشتت تشو انتباهها لحد ما شوان بيوجه ضربة قاضية وبيدمرها، لكن بيلاقوا جواها ضفدعة بتستمر في الهجوم فبيضربها تشو بقبضته وبيقتلها. وفي الوقت ده بيقع تشو من على الصدفة، لكن تشو بينقذه قبل ما يقع، وده باستخدام أجنحة النملة الطائرة. ولما بيخلصوا بيضرب شوان مايان لأنه سابه يموت، فبيقول له ان اخوه يوباي هو اللي طلب منه يقتله. وبيسأل تشو شوان عن السبب اللي خلى اخوه يوباي عايز يقتله، فبيقول له شوان ان زمان في 6 محاربين قدروا يهزموا الوحش الاسطوري بالرغم انهم اضعف منه بكتير، والسبب ان هم في حد اداهم القوة الالهية. وفي قسم الاتحاد بيختار المحاربين اللي هياخدوا القوة الالهية، وشوان مرشح انه هياخدها، لكن اخوه يوباي هو كمان عايز ياخد القوة، والحل انه يقتل شوان. وبيعرف الناس كلها الانجاز الكبير اللي عمله تشو وشوان، وبتقرر الشرطة وقتها انها تطلع امر بالقبض عليه. وبتروح جينج لامها وبتسألها عن السبب اللي خلاها تختار تشو بدلها عشان تديله القوة الالهية، فبترفض امها الكلام في الموضوع ده. فبتقرر جينج تتحدى تشو بعد 3 شهور عشان تثبت انها اقوى منه. وبيكمل تشو لعبته وبيكسب قلب بوذا في اللعبة وبياخد بيضة سحرية. وبيلاقي تشو ان النملة الطائرة محتاجة تتغذى عشان تفضل معاه وإلا هتموت، فبيديها بيض سحري من المستوى العادي، لكن النوع ده ما بيطورش مستواها وبتكون محتاجة بيض وحوش أسطورية. وبيقابل تشو جاو وبيطلب منه جاو انه ينضم لفريقه عشان يقتلوا زهور اللوتس الباقيه، وبيكونوا محتاجين توجيهاته لانه عنده خبره في التعامل مع النوع ده. فبيوافق تشو مقابل بيضه سحريه لوحش اسطوري عشان يغذي بيها النمله الطائره، فبيوافق جاو وبيديله واحده، وبيدي تشو البيضه للنمله الطائره، وفعلا قوتها بتزيد بشكل كبير وبيلعب بيها في اللعبه وبيقدر يهزم قلب بوذا تاني. والمره دي بياخد حجر سحري وبيعرف انه يقدر يستعمله عشان يدخل معبد بوذا، فبيمتص قوة الحجر وبالفعل بيقدر يدخل معبد، وهناك بيلاقي كتابات لفن طاقة سحرية. لكن بيلاحظ تشو ان طاقته بتقل فبيكمل طريقه، لكن طاقته بتنتهي وبيخسر. فبيعرف ان الحل في الكتابات اللي على اللوح، فبيحفظها بالكامل، ووقتها بيحس بقوة غريبة. ولما بينام بتظهر الكتابات على جسمه، ولما بيصحى بيلاقي ان قوته زادت بشكل كبير. بيروح مع الفريق عشان يساعدهم يقتلوا زهور اللوتس الباقية، وبتكون الخطة كويسة، لكن واحد ما بيسمعش كلامه وبيبوظ الخطة. وبيرجع تشو يكمل لعب وبيغذي النملة الطائرة مرة تانية، وده على البيضة اللي أخدها من قلب بوذا، لكن النملة المرة دي مش بتتطور. وبيدخل المعبد باستعمال فن الطاقة اللي اتعلمه وبيكسب بيضة سحرية جديدة، لكن ما بيعرفش عنها أي حاجة. وبيلاقي إن البيضة بتفقس لوحدها من غير أمر منه وبتستنزف قوته وبيغمى عليه. ولما بيصحى بيلاقي وحش جديد اسمه الكلب الأسطوري، والكلب ده محتاج يتغذى زي النملة عشان يتطور، والقدرة بتاعته انه يخلي تشو يسمع افكار وكلام اي شخص حواليه. فبيتحول الكلب الحلق في ودن تشو وبيجرب تشو قوته، وبالفعل بيسمع افكار الناس اللي حواليه. وبيكتشف ان جينج مصابة فبيطلع لها وبيعرض عليها مساعدته، لكن بترفض. وبيتصل شوان بتشو وبيقول له يجي الجامعة وينضم للنادي اللي هيجمعه، لأن معظم الأنشطة في الكلية جماعية. وبيقابل تشو روكسي وبتنضم للنادي بتاع شوان، ومطلوب منهم يعدوا في اختبار عن طريق إنهم يقتلوا وحوش سحرية، وبتكون روكسي عارفة التفاصيل دي كويس. فبيسألها تشو عن مصدر معلوماتها، فبتقول له إنها بتتابع منتدى الكلية، ودي صفحة بينشر فيها المحاربين أي معلومات يعرفوها. ولما بيروح تشو بيقابل واحدة من جيرانه اسمها شياو، وبيفتح تشو المنتدى وبيلاقي ان المنشورات كتيرة، وبيلاقي كمان انه يقدر يشتري اسلحة منه، وده عن طريق النقط اللي بيكسبها من قراية المنشورات. لكن قراية المنشورات النقط بتاعتها قليلة جدا، فبيضطر يشارك في المنشورات المدفوعة، ودي منشورات هو بيعملها وفيها معلومات محدش يعرفها. فبيعمل منشور عن معبد بوذا لانه يعرف تفاصيل كتير محدش يعرفها عن طريق اللعبة. وبتشوف واحدة من دكاترة الكلية المنشور وبتستغرب ازاي وصل للمعلومات دي، وبتقرر تشتري المنشور.
ولما بيلعب تشو بيوصل لمنطقة اسمها برج فولكان وفيها امبراطور اسمه كو، وفجأة بيهاجمه طائر ناري ضخم، فبيحاول تشو يقاومه، ولما بيفشل بيهرب منه وبيحاول يدخل برج فولكان لكن بيخسر في آخر لحظة. وبيشوف بعد كده ان في حد اشترى المنشور بتاعه وفي رسالة بيقول فيها انه عايز يقابله، لكن تشو بيرفض يدي سره لحد. تاني يوم بتيجي وانج تديهم محاضرة وبتكلفهم بالمهمة الجديدة، وهي انهم يقتلوا وحش اسمه الجنرال هولاجون في مكان اسمه ممر هيول، ولازم يكونوا فرق عددها 4 أفراد عشان ينفذوا المهمة. فبيروح تشو بيلعب في المكان ده وبيقابل هناك الجنرال هولاجون، فبيستعمل تشو النملة الطائرة وبيقدر يصيبه، لكن الجنرال بيقدر يقتلها في الجو وبيقتل تشو وقتها. فبيعرف تشو قوة الجنرال، فبيحاول تشو مرة تانية، لكن المرة دي مش بيقابل الجنرال، فبيلعب قصاد الجنود العادية وبيدور على الجنرال جوه ممر هيول، لكن بيتصاب بسهم فبيقتله، وبيكون مش عارف مصدر السهم منين وازاي يتفاداه. وبيفضل تشو يحاول وبيستعمل مهارة جديدة اسمها مهارة اللوتس، ودي تقنية دفاعية لكن مشكلتها انها بتستنزف طاقته بمعدل كبير جدا، لكن بيجربها في اللعب وبتكون قوية في صد الهجمات، لكن لما بتوصل لممر هيول بيتصاب بسهم والتقنية بتفشل. وبتروح جيا من الشرطة عشان تحقق مع تشو، وبتروح لمدير الكلية وبتطلب منه تحقق مع تشو، وبيروح واحد لتشو وبيقول له انه مطلوب لمكتب المدير، وفي الطريق بيقابل جيا وبتكون ناوية تقبض عليه وبتديله لكمة قوية، وبيكون الشخص اللي راح لتشو معاها وبيتحدوا هما الاتنين ضده، فبيهرب تشو بسرعة باستخدام تقنية الطيران، لكن بيعرف تشو انه مش هيقدر يهرب منهم ولا هيقدر يواجههم. فبيدخل جوه معبد بوذا اللي بيكون مليان فخاخ، واول ما بيدخل الضابط وراه بيتقتل بسرعة. فبتستعمل جايا وحش اسطوري عشان تقضي على تشو، وبتقدر تقتل النملة العظمية بتاعته، فبيسحبها في أوضة معينة في المعبد، وأول ما بتدخل بتاخد ضربة قوية، فبيستغل تشو الفرصة عشان يقتلها، لكن بتهرب جايا بسرعة. وفي الطريق بتقابل جايا 2 من قادة الشرطة، واللي بيكونوا مش راضيين على اللي عملته مع تشو لأنه غير قانوني، فبيسألوها عن اللي اداها أوامر بكده، لكن جايا بترفض، فبيضربها شانج بالمسدس في رجلها، فبتعترف ان يوان هو المسؤول. فبيتصلوا بيوان وبيجي حالا وبيعتذر عن اللي عمله وبيقبلوا اعتذاره، لكن قبل ما بيمشوا بيقتل تايان. ولما بيخرج تشو من المعبد بيقابل تايان وبيركب معاه العربية وبياخدوا لبيت عيلته، وهناك بيقابل ابوه ومراته يانج وبيقولوا سبب اهتمامهم بيه وهو انهم اختاروه عشان ياخدوا القوة الالهية بدل جينج لانها ممكن تعرض حياتها للخطر. وبيكتشف تشو ان والد يانج هو مدير المدرسة القديمة اللي كان دايما بيقول عليه انه موهوب ومتفوق. ولما بيمشي تشو بيتصل بشوان وبيقول له انه في ممر هيول ولازم يجي عشان يقضوا على جنرال هولاجون، فبيروح له تشو بسرعة، وهناك بيلاقي سيوين اخت شوان وجينج، وبيضرب الجنرال سيوين، لكن شوان بينقذها وبيستدعي النمر الابيض، لكن الجنرال بيقتله. وبيهاجم الجنرال شوان، لكن تشو بينقذه بالنملة الطائرة. بتهاجمه جينج بتقنية الشمس القطرية، لكن الجنرال بيختفي تحت الأرض. فبيستعمل تشو حلق الكلب الأسطوري عشان يقرأ أفكاره ويعرف إنه رايح ناحية جينج، فبينقذها بسرعة وبيوجه ضربة قوية للجنرال وبيقتله وبياخد حجر الطاقة. وفي البيت بيمتص قوة الحجر وبيجربه في اللعبة، لكن بيخسر عشان مش عارف يستعمل مهارة جنرال هولاجون. تاني يوم بتقرر وانج تاخدهم لجبل لاوجون وبتطلب منهم التأمل لمدة نص ساعة، ودي بتكون مهمة صعبة لأن أثناء التأمل طاقة المحارب بتزيد بشكل كبير وبيكون محتاج يتخلص منها عن طريق بذل أي مجهود، لكن تشو بيقدر يسيطر على طاقته على عكس باقي زمايله. وبيطلب من وانج يتمشى في الغابة، وفي الطريق بيلاقي حيوان ضخم على شكل ماعز وبيلاقي حجر سحري في الأرض، فبياخده وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل لمكان غريب اسمه معبد تاي شينج، وبيلاقي فجأة إن في نباتات بتظهر في جسمه، لكن بيقدر يعالج نفسه باستخدام الطاقة. وبيدخل جوه المعبد وبيلاقي 3 تعويذ مطلوب منه يختار واحدة منهم، ولما بيختار بيكسب وحش مرافق جديد اسمه جنية الموز، وقدرتها هي التحكم في الرياح. وبيرجع تاني لمكان التدريب، لكن بيكتشف انه ماعز بيمشي وراه، لكن حجمه بيكون صغير وما بيقدرش تشو يتخلص منه، فبيحتفظ بيه وبيسميه لورد يانج. وبيجرب جنية الموز في اللعبة وبيحارب بيها في جبل فولكان، وفعلا بتساعده انه يتغلب على النسور النارية، لكن بيكون تشو محتاج يزود سرعته.
ولما بيتمشى بيقابل وحش بحري عملاق كان هيقتله، لكن بتظهر قوات الجيش وبتقتل الوحش. ولما بيروح تشو بيلاقي قوقعة غريبة في جيبه بتطلع منها حورية بحر الشريرة وبتحاول تقتله، لكن لورد يانج بيضربها بقوته السحرية وبينقذ تشو، فبتحاول الحورية تطلب العفو منه لكن بتغدر بيه وبتستعمل سحر عشان توديه الفضاء. لكن تشو بيستعمل قوته وبيرجع وبيقضي لورد يانج على حورية البحر. وبيبحث تشو عن كهف اسمه لونج مين وبيقرر يستكشفها بنفسه، وبيقابل جارته شياو اللي بتكون بتتدرب في كهف لونج مين وبتقترح على تشو انها تروح معاه، وبيكون معاها طيارة هليكوبتر خاصة عشان توصلهم. ولما بيوصلوا الكهف بيقول تشو انه جاي عشان ياخد تقنية الطيران في السماء، فبتعرض عليه شياو صفقة وهو انه يقتل ذبابة الوحش السماوي وهي هتديله الحجر اللي فيه التقنية. وبيروح شياو وبتقتل وحش وبتاخد منه حجر تقنية الطيران في السماء وبتديه لتشو. بعد كده بيقابلوا واحد اسمه هوانج، وده واحد من اقوى الطلبة في الكلية، ومعاه صاحبه شيو يان وده من اقوى المبارزين. وبيبيع هوانج بيض سحري لوحيد القرن، والوحش ده بيتميز بقدرة دفاعية عالية، لكن البيضة دي بتكون غالية جدا على تشو. فبيسأل هوانج عن السبب اللي يخليه يجمع فلوس، فبيقول له انه عايز يعمل مشروع العاب في المستقبل. فبيوريه تشو اللعبة بتاعته لكن مش بيقول له سرها، وبيوعده انهم هيكون شركاء في المستقبل، وفي المقابل بيدي هوانج بيضة واحدة مجانية لتشو. وبيجرب تشو التقنية الجديدة اللي كسبها في اللعبة وبيطور مستواه وبيكسب وحش جديد بيدمجه مع النملة العظمية وبيزود قوتها. وبيفضل تشو يلعب ويكسب مهارات جديدة، وفي النهاية بيقرر يتحدى ايكو في جبل فولكان وبيستدعي النملة الطائرة عشان تجذب النسور النارية. بعد كده بيتحد بالنملة الطائرة، بيستعمل تقنية الطيران في السماء عشان يقضي عليهم. ولما بيلاقي عددهم كبير بيستدعي جنية النباتات وبيتحكم في الرياح عشان يقضي على باقي النسور. وفي النهاية بيوصل تشو لقمة الجبل لكن بيحس بألم شديد في قلبه، لكن بيتعافى بسرعة وبيلاقي سيف حجري على قمة الجبل. ولما بيمسك السيف بيلاقي انه مش بيقدر يلمسه. واثناء اللعبة بيجيله جواب من واحد اسمه تينج، وده هو مدير المدرسة السابق ووالد يانج، وبيكون في الجواب مجموعة من الأرقام الغريبة. بعدها بيدخل شوان عليه وبيقول له إن تم ترقيته للمستوى الأسطوري، ومع الترقية دي بيكسب قوة جديدة وهي الدفاع والقدرة إنه يعالج نفسه من الإصابات. وفي النهاية بينصح تشو إنه لازم يتدرب عشان يحسن مستواه. وقتها بيقرر تشو انه لازم يتدرب لانه لو فضل يحسن في مستواه عن طريق اللعبة الناس كلها هتشك فيه. فبيدخل اوضه التدريب وبيصد الكرات وبيستعمل الحلق الاسطوري عشان يحدد مسار الكرات. وفي الوقت ده بيخش عليه شو يان الأوضة وبيتدرب معاه وبيتفاجئ عشان سرعة شو لأنه بيصد كل الكور، وبيحاول شو يان يصد أي كرة قبله لكن ما بيقدرش. وفي نهاية التمرين بيطلب شو يان من تشو إنه يكون المدرب بتاعه، وبيوافق تشو بسبب إصراره. بعد كده بيبدأ تشو اللعبة وبيواجه جنرال هولاجون، لكن بيكتشف مهارة جديدة عند الجنرال وهي انه يقدر ينقل نفسه من مكان لمكان بسهولة، لكن تشو بيقدر يهزمه في النهاية وبياخد بيضة الجنرال هولاجون وبيحررها، وبكده يكون كسب وحش مرافق جديد. وفعلا بيجربه في اللعبة وبيكون قوي جدا. بعد كده بيروحوا المحاضرة دكتور وانج اللي بتعلن عن اختبار جديد لتنمية مهاراتهم زي القوة والتحمل والسرعة واللياقة، واللي هياخد مركز من 10 الأوائل هيروح قصر زيوي، وده قصر مليان بالكنوز والتقنيات الخارقة. وبعد المحاضرة بيتكلم شوان مع تشو وبيقول له ان وانج من اقوى 10 محاربين في المدرسة، لان عندها القدرة انها تجدد نفسها بعد كل اصابة وتزود قوتها ومستواها. بعد كده بيروح تشو ليانج في مكان اسمه متجر الكريستال، وده اللي كان مكتوب في الجواب اللي وصل لتشو. وبيدخل تشو مع يانج المتجر، وبيكون المتجر ملك لواحد اسمه تشين ومليان بالاحجار السحرية والوحوش المرافقة. ولما بيتمشوا هما الاتنين بيلاقي تشو وحش مرافق على شكل انسان، فبيستغرب تشو اول ما بيشوفه وبيلاقي فيه قفل عليه باسورد للقفص بتاعه، وبيخمن تشو ان باسورد هو الارقام اللي في الجواب. تاني يوم بيقول شوان انه محتاج يقدم استمارة للكلية عشان يأسس النادي بتاعه، لكن مش لاقي مشتركين كفاية، فبيقترح عليه تشو انه يضم جو ديان، فبيعترض شوان
لانه شخص عنيف جدا. فبيقول له تشو انه مفيش حل تاني، وبيروح لجو ديان في معبد بوذا اللي بيتدرب فيه، وبيكون المعبد مليان تماثيل لمحاربين بوذا. واول ما بيلمس شوان التماثيل بتتحرك وبتهاجمه، وبيحاولوا هما الاتنين يقاوموهم، لكن التماثيل بتهاجم شوان بس وبيكونوا هيقتلوه. لكن كالعاده تشو بيستخدم الاجنحه وبينقذه وبيمنعه يلمس اي حاجه عشان التماثيل ما تهجمش عليه تاني. على عكس تشو اللي بيكون معاه تقنيات بوذا فبيقدر يتحرك عادي. واخيرا بيقابلوا جو ديان وبيعرضوا عليه ينضم للنادي بتاعهم، فبيوافق جو ديان مقابل الفلوس وبيقول لهم يمشوا قبل ما التماثيل تصحى تاني. وبيلاحظ تشو عقد عليه شعار مميز مع جو ديان. بعدها بيروح تشو بيلعب تاني وبيواجه جنرال اسطوري تاني من نفس فصيلة الجنرال هولاجون، لكن بيقدر تشو يهزمه وياخد البيضة السحرية بتاعته، وبيدمج الجنرال هولاجون بالجنرال الجديد وبيصنع وحش قوي جدا. لكن لسه مش بيقدر يخش ممر هيولو، وده عشان السهم اللي بيصيبه في كل مرة. فبيفكر في انه يدور على النوع الثالث من جنرال هولاجون ويدمجهم ببعض ويحاول يدخل بيه، وبالفعل بيوصل ليه وبيدمجهم ببعض. بعد كده بيروح للكلية عشان الاختبارات، وبيلاحظ رئيس اتحاد الطلبة ويجي ان تشو مشهور جدا، فبيطلب من الامين انها تحاول تضمه للاتحاد. وبتبدأ الاختبارات وبيحقق تشو ارقام عالية، وبعد الاختبارات بتنزل قائمة بالعشرة الاوائل وبيكون تشو منهم، وبيكون الكل متفاجئ بنجاح تشو. بعد كده بيروح ويجي وبيعرض على تشو منصب نائب رئيس الاتحاد، لكن تشو بيرفض. وبتكون البنت اللي تشو اخد مكانها في القائمة حزينة جدا وبتفكر في الانتقام، وبيتولى المهمة دي اخوها جون كابي. وبيروح تشو لقصر زيوي مع زمايله، وكل واحد بيختار حاجة من الكنوز اللي هناك. ولما بيختار تشو بيلاقي انه كسب مصباح سحري بتطلع منه جنية بتدخل جوه تشو وبتخليه يرقص، لكن بيلاحظ ان طاقته الحيوية بتزيد، وده معناه ان الرقص تقنية لزيادة الطاقة. ولما بينام تشو بيصحى بيلاقي قوته زادت وبيقدر يحرر الوحوش الأسطورية من البيض بسهولة. ولما بيبحث عن الجنية اللي طلعت من المصباح بيلاقي انها كائن من 4 كائنات، وكل واحد فيهم ليه قوة مختلفة. وبيلعب تشو عشان يجرب مهاراته الجديدة، وبيواجه وحش جديد وهي نحلة، فبيستعمل تشو الجنرال عشان يقاومها، لكن جنرال بيفشل فبيستعمل جنية النباتات وبيجمد النحلة، لكن النحلة بتفك نفسها. وفي الوقت ده بينط تشو في بحيرة العسل اللي بتعزز قوته بشكل كبير جدا، لكن النحلة بتقضي عليه بعد كده. وبيروح جون كابي للكلية وبيطالب انه يتحدى تشو. وقتها بتكلم تشو وانج وبتقوله على التحدي، وبتقوله انه لازم يهرب ويستبعدوه في الكلية لأنه جون قوي وغالبا هيقتله في التحدي، زائد ان ده هيأثر على سمعة الكلية لأن تشو بيمثلها. لكن تشو بيرفض الهروب وبيقبل التحدي، وبتبدأ المعركة بين تشو وجون. وبيستدعي جون قائد الفرسان، وده من أقوى الوحوش الأسطورية، وبيهاجم بيه تشو، لكن تشو بيصد الضربة بالجنرال هولاجون وبيستعمل قدرات الجنرال وبيقضي عليه على قائد الفرسان. فبيستدعي جون وحش اقوى اسمه فارس القدر، وبيهاجم تشو بكل قوته، لكن تشو بيصد الضربه المره دي بجنيه النباتات وبيجمد جون، وبكده يكون تشو كسب وبياخد بيضه فارس القدر من جون. ولما بيبحث تشو عن فارس القدر بيلاقي انه اقوى من قائد الفرسان بكتير. ولما بتشوف وانج قوه تشو بتكلف الطلبة بمهمة خطيرة، وهي قتل 10 وحوش برونزية في المدينة المحرمة. وبيروح تشو وشوان عشان يقتلوا وحوش برونزية، لكن الوحوش دي دفاعها أقوى ومحدش بيقدر فيهم يسبب أي ضرر بالرغم إنهم بيهاجموا باستمرار. فبيلعب تشو ضدهم عشان يلاقي طريقة يهزمهم بيها، وبيلاقي ان الوحوش البرونزية بتركز طاقتها في اماكن معينة وبتسيب اماكن تانية معرضة للهجوم. وبيحدد تشو نقط ضعف الوحوش وبيقول لشوان على الطريقة. وبعد ما بيخلصوا المهمة بيكتشف تشو وشوان من زميلتهم ان هم بس المطلوب منهم يقتلوا الوحوش البرونزية، لكن باقي الطلبة لأ. وبيقابلوا بالصدفة هوانج وبيعرض على تشو انهم يبيعوا استراتيجية هزيمة الوحوش البرونزية على المنتدى، وده هيخلي تشو يجمع فلوس عشان يبدأ مشروع مع هوانج. بعد كده بيقابل تشو شويان وبيعرض شويان مهاراته على تشو عشان يقيم مستواه في التدريب، وبيكون مستوى شويان اتطور جدا. وبيلعب تشو وبيحاول مرة تانية يشرب من العسل، فبيحاول يشتت الوحش باستخدام الجنرال هولاجون، لكن بيلاحظ ان الوحش بيحمي شرنقة وعنده استعداد يضحي بأي حاجة
عشان يحميها. وقتها بيفكر ازاي يستغل الموضوع ده، وبيتصل بشوان عشان يقتلوا الوحوش البرونزيه. فبيستغرب تشو من حماس شوان، فبيقول له شوان ان واحده زميلتهم اسمها وي يونغ ممكن تنضم ليهم، زائد انه اعلن ان دي واحده من الانشطه الخاصه بالنادي اللي عملوها. وبيروح لتشو بيلاقي ان شو يان وشياو انضموا للفريق، واثناء الكلام بيظهر وحش عملاق لكن شوان بيقتله. وبيلاقوا مكان غريب مش موجود على الخريطه، ولما بيدخلوا بيلاقوا مكان اسمه المعبد البرونزي، وده بيكون مكان مقفول ومفيش فيه اي فتحه. بعدها بيلاقوا شجره غريبه اسمها شجرة الموت، وبتكون مطفية ومفيش فيها أي ورق، لكن لما بتلمسها شياو بتنور فجأة وبتطفي تاني. وبيلمسها 5 طلاب غيرها، وفي كل مرة بتنور الشجرة وبتطفي تاني. فبيحاول تشو يبحث عن الشجرة في اللعبة، لكن اللعبة بتفضل تحمل فترة طويلة وما بتفتحش. وبنروح ليانج اللي بتقول لابنها تايان إن خلاص تم اختيار تشو ضمن القائمة، فبيحاول تايان يغير رأيها وتخلي جينج تاخد مكان تشو، لكن يانج بترفض، وده عشان انها اتولدت بمرض نادر وهو ان جسمها بارد وده ممكن يقتلها في اي وقت. وبتسمع جينج كلام امها فبتروح لتشو عشان تتحداه، لكن تشو بيرفض التحدي بتاعها ومش مهتم بالسبب اللي يخليها تعمل كده. فبتنهار جينج وده بسبب مرضها وانها مش قادره تحقق الهدف اللي هي عايزاه. وبيتصل شوان بتشو وبيقول له ان في 5 اشخاص منهم وانج فقدوا الوعي النهارده. وما بيقابل تشو وجينج وشوان، وبيقول شوان ان الناس اللي فقدوا الوعي هم اللي لمسوا الشجره وكل قلبهم وقف عن النبض. وبيكون شوان هو كمان لمس الشجره لكن لسه ما حصلوش اي حاجه. وبيقول شوان انه بلغ الكليه عن مكان الشجره، لكن فريق البحث ملقاش اي شجره في المدينه المحرمه، وده معناه ان الشجره اختفت والجيش حاصر المدينه ومنع اي حد انه يدخل. فبتقول جينج انها تقدر تساعدهم يدخلوا. ولما بيفتح تشو اللعبه بيلاقي الشجره وفيها 5 براعم على عدد الناس اللي فقدوا الوعي. وبتيجي جينج وبتقول له انها خدت الاذن. وفي الوقت ده بيقول الدكتور يانشن لقائد الجيش تشين انهم يعتبروا ميتين، وده عشان وظائف الاعضاء عندهم وقفت ومحتاج يشرح الجثث عشان يعرف السبب. لكن تشين بيرفض لان بالتشريح هيموتوا فعلا ومفيش اي امل لانقاذهم وقتها. وبتكون جثة وانج موجودة وبتدخل جينج وتشوف الوقت المناسب وبيشرح لتشين اللي حصل، لكن الدكتور بيصمم على رأيه. فبيدخل تشو الحمام وبيفتح اللعبة وبيروح عند الشجرة وبيضرب واحدة من البراعم. وقتها بتفتح وانج عينيها لكن لسه فاقدة الوعي، فبيستدعي تشو الكلب الأسطوري وبيقطع كل البراعم عن الشجرة. وقتها بتفوق وانج وباقي الطلبة، وبكده يكون تشو أنقذ حياتهم. وبياكل الكلب كل البراعم اللي قطعها، لكن بيتفاجئ تشو إن في براعم تانية ظهرت على الشجرة وبيعرف إنه بتاع شوان، فبيتصل بيه بسرعة لكن مش بيرد، وده عشان هو فقد الوعي. فبيقطع تشو بسرعة البرعم. وقتها بيرد عليه شوان. بعد ما بيقتل تشو الوحوش البرونزية بينجح في الاختبار، وبتقرر وانج تخليه يكمل تدريب مع واحد اسمه مينج هو ومجموعة من الطلبة. وبيروح تشو مكان التدريب وبيقابل واحد اسمه تشونج وده من تلاميذ المعلم الجديد. وبيقول لتشونج ان مطلوب منه يسحب السلسلة اللي وقع في الحفرة، والسلسلة دي بتكون عملاقة وتقيلة. وبيفضل تشو يسحب في السلسلة وبتكون المهمة صعبة، لكن تشو ما بيستسلمش وبيفضل مكمل لحد ما بيظهر المعلم مينج وبيتعرف على تشو وبيقول لتشو انه يقدر يقف، لكن تشو بيصمم يكمل وبيسحب تشو السلسلة لحد ما بيوصل لنهايتها اللي بتكون عبارة عن مرساة. وبيلاحظ ان شكل المرساة هو نفس الشكل اللي كان مرسوم على بوابة الوحش البشري في متجر تشينج، والمرساة بيكون فيها مجموعة من البيض السحري اللي مينج ناوي يستعمله عشان يصطاد نوع من التنانين. وبيكون الكهف اللي موجود فيه تشو اسمه كهف التنين، فبيلعب عشان يستكشف المكان. ولما بينزل تشو الكهف بيلاقي انه عميق جدا، وكل ما بينزل كل ما بيزيد البرودة. وعشان يبعد البرودة عنه بيستعمل تقنية حاكم النار من جبل فولكان. وبيفضل مكمل وبيستدعي النملة الطائرة، ولما بيوصل بيلاقي تنين ضخم بيحمي شرنقة، ولما بيحس بتشو بيقتله. فبيتفاجئ تشو بقوة التنين. ولما بيخلص لعب بيقابل الدكتور ياتشن، وبيقدر الدكتور من خلال وحشه مرافق يثبت تشو ويخليه مش قادر يتحرك. وبيسأل تشو عن مكان الشجرة، ولما بيسأله تشو عن السبب بيقول له انه وصل لطريقة تساعد البشر يعيشوا حياة أبدية، وده عن طريق فصل الروح عن الجسد. لكن المشكلة في الطريقة دي انه بمجرد ما بيفصل الروح الجسد بيموت. لكن الطلبة اللي لمسوا الشجرة السحرية كانت حالتهم مختلفة، وده عشان أرواحهم انفصلت عن أجسادهم، بس أجسادهم فضلت زي ما هي كأنهم عايشين، والشجرة السحرية هي اللي قدرت تعمل الموضوع ده، وعشان كده عايز يعرف مكانها. لكن تشو ما بيعرفش مكانها
عنها لانها اختفت ومش بيقدر يقول له على اللعبه. وقتها بيستعمل ياتشن تقنيه عشان يعرف بيها ذكريات تشو، واي حد بيستعمل التقنيه دي بيموت وبيضربه بسهم في دماغه. وقتها بيستعمل تشو تقنيه بيفك بها السحر بتاعه وبيقضي عليه وقتها، فبيهرب ياتشن، لكن تشو بيحصل له اضرار كتير وبينزف وبيغمى عليه. لكن لما بيصحى بيلاقي مينج انقذه وعالج جروحه وبيساله عن السبب، لكن تشو بيرفض يتكلم، فبيديله مينج كتاب في تقنيه جديده اسمها الايادي السبع وبيقول له يتعلمها عشان يعرف يدافع عن نفسه. ولما بيمشي مينج بيتعلم تشو التقنيه الجديده في اللعبه بتاعته، وبيلاقي ان شجره الموت ظهر فيها برعم تاني، وبيسأل نفسه عن اللي ممكن يحصل لو البرعم اكتمل نموه. بعد كده بيواجه النحلة الطائرة وبيخسر كالعادة. وقتها بيفكر انه محتاج وحش يساعده على الطيران بشكل اقوى، فبتقترح عليه واحدة زميلته انه ممكن يصطاد طائر الشمس، ودي مهمة صعبة جدا، لكن الطائر سريع وقوي وما بيهبطش على الارض، وده بسبب انه ما عندوش رجلين. تاني يوم بيروحوا جبل عشان يصطادوا الطائر، وفي الطريق بيقابلوا طائر متحور فبيهاجموا تشونج بمسدسه، لكن الطائر ما بيتأثرش وبيهاجمهم، فبيعرفوا ان هو وحش قوي جدا ولازم يتحدوا عشان يهزموه. فبيستدعي تشو جنية النباتات وبيجمدها وبتربطها اليو من رجلها وبيهاجموا جيانج، لكن للاسف محاولاتهم بتفشل، وبيمسك الوحش تشونج وبيقرر يقضي على نفسه وعليه، لكن بيجي تشوف اخر لحظة وبيقطع الحبل وبينقذ تشونج وبيقتل الوحش نفسه، وبيقع منه حجر سحري، فبيقرر تشونج يديه لتشو لانه انقذ حياته. وبعد كده بيروح تشو ليانج مرات ابوه عشان تقول له انه مؤهل لدخول الارض المقدسه، لكن تشو بيفاجئها وبيرفض انه يدخل الارض المقدسه بالرغم انها حاجه بيتمناها كل المحاربين. لكن يانج بتقبل رفضه، فبيقول لها شينج انه عايز يتكلم معاه عشان يقنعه. ولما بيروح لتشو بيقلع هدومه وبيكون جسمه مليان اثار جروح، وبيقول ان الوحوش الاسطوريه ناويه تحتل الارض وتقضي على البشر. وفي مره كان في مهمه هو والقائد بتاعه وواجهوا واحد منهم، ونتيجته انه اتصاب بالجروح دي والقائد بتاعه مات. وبيقول لتشو ان العالم في خطر ولازم يروح الارض المقدسه عشان يقضوا على الوحوش، لكن تشو بيصمم على موقفه لان جينج هي اللي المفروض تروح وهو مش ناوي ياخد مكانها لاي سبب. ولما بيروح وبيبدا لعبته وبيلاقي البرعم على الشجره نموه اكتمل وتحول لبيضه وحش مرافق، ولما بيحررها بيكسب وحش جديد اسمه طبيب الظلام، وقدرته انه يعالج جروح المحاربين، لكن محتاج يتغذى على بيض سحري عشان يطور ويرفع مستواه. وبيتصل بيه شوان وبيقول له ان هو والفريق خارجين بكره عشان يصطادوا الوحوش، فبيلاقي تشو ان دي فرصه مناسبه عشان يكسب بيض سحري، وبيلعب تشو عشان يختار وحش مناسب يقتلوه، فبيختار وحش اسمه النمر الذهبي، وبيفضل طول الوقت بيلعب معاه وبيكتشف انه وحش قوي وسريع وهجماته مميته. تاني يوم بيعرض عليهم الفكره، لكن المشكله ان النمر موجود في كهف بين يانج ومحتاجين تصاريح عشان يدخلوه، فبتجيب شياو تصاريح ليهم انهم يدخلوه لمده 3 ايام، وبالفعل بيروحوا وبيواجهوا النمر لكن ما بيقدروش عليه. وفي الوقت ده بتحاول جينج تقابل تشو في الكهف، لكن الشرطه بترفض. وبنرجع تاني لفريق تشو اللي ما بيقدروش يهزموا النمر لحد ما بتيجي شياو بتعلن استسلامها. وقتها النمر بينهار وبيتحول لبيضه سحريه، وبتاخد شياو البيضه لان هي اخر واحده واجهت الوحش. لما بيخرج تشو من الكهف بيقابل جينج وبتطلب منه جينج انه يروح الارض المقدسه. وقتها تشو بيوافق، وقبل ما بيروح بيقابل مينج وبيديله سلسله فيها حجر وبيقول له يخليها معاه. وقبل ما بيروح بيقابل شوان وبيروحوا هما الثلاثه مع بعض، وبيعدوا في طريق اسمه جبال تايلانج، وبيلاقي تشو طائر صغير فبياخده معاه وبيقضوا الليله في الجبل. وتاني يوم بيقابلوا طائر العنقاء ومعاه مجموعه من الطيور الصغيره، لكن ما بيهاجمهمش بسبب الطائر الصغير، وبنعرف ان الطائر الصغير هو طفل العنقاء. بعد كده بياخد الطائر الصغير المجموعه لمكان معين في الغابه، ولما بيروحوا هناك بيلاقي تشو سيف من الخيزران مصنوع عشان يقتل الوحوش السحريه، وبيلاقي عش طائر العنقاء وفي بيضه وبتفقس البيضه وبتطلع طائر صغير، وبياخد الطائر اللي مع تشو قشر البيض وبيديه لتشو. بعد كده بيكملوا رحلتهم للارض المقدسه، وفي الوقت ده بيروح جون كابي واخته ليزا لجدهم بسبب هزيمه تشو ليهم، وبيفكروا في الانتقام، فبيدي الجد جون وحش اسمه اله الرياح عشان يقاوم سلاح تشو جنيه النباتات. ولما بيوصل تشو للارض المقدسه بيديله شينج بيضة سحرية للوحش المدرع وبيطلب منه يحتفظ بيها. ولما بيقعد هو وشوان فبيقول له شوان انه كسب وحش جديد وهو جنرال الرعد. ولما بيطلع تشو بيقابل جون كابي ومعاه مجموعة وبيكونوا ناويين يقتلوه، فبيستعمل تشو جنية النباتات لكن جون بيقاومها بإله الرياح. لكن بيستعمل تشو سيف الخيزران والسلسلة اللي اداها له مينج وبيقدر يقتل كل رجالة جون، فبيستعمل جون إله النور المقدس عشان يقتله، لكن بيقدر تشو يقاوم هجومه وبيقضي عليه لكن ما بيقتلوش.
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ولو عايز الكومنت بتاعك يظهر في الفيديو الجاي اكتب في الكومنتس كلمة السر وهي اسم تشو بطل قصتنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تروق علينا بلايك وكومنت علشان دعمكم وتشجيعكم هو اللي بيخلينا نكمل. واتمنى يعني ما اكونش طولت عليكم واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.